السلام عليكم. احنا في شهر رمضان الكريم، ومن المعروف ان شهر رمضان بتتسابق فيه الشركات على انتاج اعلانات. يمكن بيتنافسوا على الاعلان الاقوى والاعلان الاشهر. لكن احنا لما نيجي نبص على الاعلانات في هذا الشهر، هنلاقي ان الشركات وخاصة في هذه السنة بيلعبوا على العاطفة صحيح، لكن برضو بينفذوها بدون تأثير واضح. علشان كده احنا مفيش اعلان مميز من النظرة التسويقية. تلاقي كل الاعلانات ما سابتش الاثر الحقيقي ليها. هتلاقي اغلب الاعلانات شبه بعض، كلهم بيفكروا انهم يجيبوا ممثلين وفنانين ولاعيبه كوره كتير، وبعدين يجمعوهم كلهم في اعلان واحد، وبعدين يعملوا اي عمل بقى. تلاقي موسيقى، اهم حاجه تبقى في موسيقى مؤثره. تلاقي في تجمعات، في ان احنا بنفتكر ذكريات حلوه، ان احنا نشوف ممثلين ما كانوش من فتره، ان احنا نضحك، نفرح، نتاثر. كل ده موجود تقريبا في كل الاعلانات. وبما إني واحد من الناس اللي بتتكلم عن التأثير العاطفي وأهمية استخدام العاطفة في التسويق وفي الترويج، فخليني أقول لك هي المشكلة فين؟ ليه الإعلانات دي ما حققتش النجاح رغم التكاليف الكبيرة اللي هم بيعملوها؟ والحقيقة إن المشكلة مش في فكرة العاطفة نفسها، المشكلة في هندسة هذه العاطفة علشان تحقق التأثير. وأنا جاي في الفيديو ده أكلمك عن 4 نقاط، لو احنا عرفناهم هنعرف نهندس العاطفة بالشكل اللي يضمن نجاح البراند بتاعنا. والنقطة الأولى: العاطفة بدون معنى هي استهلاك. يعني انت لو بتعمل إعلان بيلعب على مشاعر عامة، هذه المشاعر غير مرتبطة بقيمة حقيقية في البراند بتاعك، فأي حد هيشوف الإعلان ده ممكن يتأثر للحظة، لأنه هيشوف هذا الإعلان كعمل فني، أغنية لطيفة، لحظات مؤثرة. لكن مدى ارتباط هذا التأثير بالبراند بتاعك أو هذه العاطفة بالقيمة اللي في البراند بتاعك لا توجد. وبالتالي هذا التأثير اللي انت أوجدته في الإعلان واللي انت صرفت عليه كتير هيتبخر بانتهاء الإعلان. فالعاطفة لازم تكون امتداد لهويتك، مش زينة رمضانية بنطلعها في رمضان. النقطة التانية: المبالغة تفقد الثقة. خلي بالك، الجمهور في وقتنا الحالي أصبح واعي، أصبح متابع وعارف كل حاجة. فلما تروح مثلا تجيب فنان، الفنان ده يجيب أولاده ويتجمعوا في عمل إن هم بيتجمعوا حاجات لطيفة وعاطفة قوية، لكن من المعروف إن الفنان ده أصلا مش مهتم بأولاده، أولاده عايشين بحرية وهو عايش في حتة تاني. فالتأثير اللي بيوجده هذا الإعلان أصبح مش موجود. كله هيقول لك إيه؟ ده تمثيل، ده نفاق، دي مثالية زايدة عن اللازم. أو تعمل إعلان يديلك إحساس إن الحياة وردي وده خلاف الواقع، فده هيخلي الرسالة اللي تظهر من إعلانك إنها مجرد استعراض. النقطة الثالثة: الإعلان اللي بيمجدك ويمجد منتجك أنت بس بيفشل. يعني إيه؟ يعني لما تكون الرسالة اللي في الإعلان بتاعك عمالة تقول إحنا أحسن، إحنا بنقدم منتج أفضل، إحنا أفضل سعر، إحنا، فالإعلان ده بنسميه إنه متمركز حول الذات. والصح إن إعلانك يكون متمركز حول جمهورك، حول عملائك. ببساطة، الإعلان يخلي العميل وهو بيشوفه يحس إن هو البطل، إن هو اللي جوه الإعلان، إن هو لما يستخدم منتجك أو خدمتك هيبقى بطل هذا الإعلان. النقطة الرابعة: العاطفة لازم تقود إلى سلوك، وسلوك واضح. يمكن أكتر نقطة بتغيب عن إعلانات رمضان إنها إعلانات فنية، ما بتقودش لفعل محدد عند العميل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت عملت إعلان فني جميل مؤثر، الإنسان اتأثر
وبالتالي التأثر ده بيوجد داخله طاقة. الطاقة دي لازم نستغلها في إنها تقوي من فعل معين أو تقوي من صورة البراند. برضو يعني إيه؟ يعني أنا عملت إعلان والإعلان فعلا أثر في الناس، أستغل هذا التأثر بإن العميل مثلا يتبرع، بإن العميل ينضم لمجموعة تنتمي ليها هذا البراند، أو إنه يعمل طقس معين أو فعل معين أو يغير من عادات معينة تكون هذه العادات خاصة بهذا البراند صاحب الإعلان. في الحالة دي أقدر أقول إن الإعلان نجح. فالعاطفة اللي ملهاش مسار محدد هتتبخر. الخلاصة اللي عايزك تطلع بيها من هذا الفيديو إن هندسة المشاعر الصح معناها إن يكون في عاطفة صادقة. هذه العاطفة مرتبطة بقيمة حقيقية ومرتبطة بالهوية الخاصة بالبراند. إن هذه العاطفة تكون موجهة للناس، وإن هذه العاطفة تنتهي بمسار واضح. غير كده أنت هتدخل في سباق من الدموع مش في قيمة حقيقية. في النهاية أنا ما بعلمكش إزاي تعمل إعلان عاطفي، لكن بعلمك إزاي تبني رسالة مؤثرة. في التسويق الإنساني والعاطفي أكبر عامل مؤثر هو الصدق. خليك فاكر، التسويق مش مجرد كلام.